والله لسه أنا جوزت بنتين وعوب عليا 35,000. صاحب الحاجة خد عليا شيك وعايز يرفع الشيك عليا، وأصبح دلوقتي أنا مش قادرة أسده، ومنه جوزي تعبان. تعبان عنده إيه؟ عامل عملية قلب مفتوح ورقد في البيت، ما بيقدرش يشتغل. كان بيشتغل الأول؟ كان بيشتغل الأول وكان بيصرف علينا، بس أصبح دلوقتي راقد ما بيشتغلش. يعني دلوقتي أنا حتى ما ببقاش لاقي حتى أجيب له العلاج أو أكشف عليه حتى، ولا لاقي حتى أصرف على عيالي. طب هصرف ولا أكشف عليه ولا أسد دين؟ مش قادرة. فاكرين أم حمدي؟ فاكرين الست الجميلة اللي جهزت عيالها وتورطت في فلوس جهاز عيال بناتها؟ احنا النهارده الحمد لله بفضل تبرعاتكم، وربنا طبعا وقف معانا كلنا، الناس اللي حست بأم حمدي والناس اللي صدقتها وصدقت قصتها واتفاعلت معاها وتعاونت مع مؤسسه فذكر وقالت احنا عايزين نحل مشكلتها. النهارده جينا الفيوم بقى للست ام حمدي ام العرايس وقلنا لها تعالي معانا هنروح نسد لك دينك. السلام عليكم. تعالي اتفضلي معانا بقى عشان هنروح نخلص لك المشكله. هناخد ام حمدي معانا وهنروح بيها على الاستاذ عبد السلام اللي ليه المبلغ عشان تشوفوا قدام عينيكم والدين هو بيتسد. خليكم معانا. تعالي معانا بقى. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا، والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسابش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا، والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسابش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. الحمد لله دلوقتي أنا بشكر ربنا، المؤسسة ساعدتني وسدت الدين اللي عليا وما علياش حاجة، وانا بشكرهم يا رب وربنا يصلح حالهم يا رب. وبشكر الاستاذ عبد السلام جبت الفلوس وسديته وملوش حاجه عليا كده، خد فلوس كلها وخلص بالليل كله. الحمد لله انا بشكرهم قوي وبشكر كل اللي وقف معايا. كان هم كبير على قلبي وجوزي تعبان وما بيقدرش يعني يساعد باي حاجه، فانا بشكر مؤسسه فذكر وبشكرهم الف شكر يا رب وربنا يصلح حالهم يا رب. كل اللي وقف معايا وسد الدين اللي عليا. النهارده عيد يا ام حمدي. والله عيد عليا وعلى كل وقف معايا وسد الدين اللي عليا، وانا استلمت اهو الوصل اللي عليا وسددت الدين اللي عليا يا رب. ربنا يصلح حالهم يا رب. استلمت وهدي وخلاص وخلص. طب نقطعيه بقى نخلص منه بسرعه. الحمد لله. قطعيه. لا خلاص بقى، ده انا بقول لك النهارده عيد، بتعيطي ليه؟ ده النهارده عيد، ده احنا جايين عشان نفرحك ربنا يصلح حالكم يا رب. كل اهل الخير اللهم لك الحمد يا رب. ربنا يصلح حالهم ويسترها عليهم ويحجب عليهم. انا بشكرهم كلهم يا رب. يا ربنا رب. يجازيهم خير يا رب. ربنا يجازيهم خير. بنشكر الكل اللي ساعد واللي وقف مع ام حمدي ام العروسه اللي كانت مهدده بالحبس عشان جهزت بنتها وما عرفتش تسد فلوس جهازها، واتبعت لها كذا مره انذار اللي خلاص الموضوع داخل في الحبس. شكرا لكل اللي ساعد وتعاون مع مؤسسه فذكر اللي احنا نفك كرب غارمه، كرب ام حمدي ام العروسه اللي احنا كنا عرضنا التقرير بتاعها. شكرا ليكم، نشوفكم على الف خير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.